وهيدي القصة مشاهدينا من الجزائر، إذ تشهد العاصمة ومحافظات أخرى حملة إضراب عام في قطاع النقل. شوارع فارغة، شاحنات نقل متوقفة، محطات خاوية من المتنقلين، أما السائقون فأكثرهم يلزمون المنازل. يعني باختصار قطاع النقل لا يمر بأفضل حالاته. السبب المباشر لهذا هو ارتفاع أسعار الوقود وإقرار قوانين مرور جديدة يراها السائقون صارمة وغير عادلة. بس خلونا بالأول نشوف كيف وضع الشوارع بالجزائر. والله غير الظاهرة اللي شفتها صباح هذه، غير ربي يجيب الخير. غياب النقل تماما هنا في محطة الحافلات بدويرة، شبه كل ما كاين حتى كار راهي تخدم. مساكن المواطنين، كاين المواطنين اللي لازم يروحوا لخدمتهم ولا لازم يلتحقوا بالعمل تاعهم. اليوم حبت شغل تستغل اللي كانوا